لان ميسي اي ثرو شكرا هيخلص عليك، ثروهات، فاولات، شوطات. ميسي عنده نظره غير الكوكب اللي احنا عايشين فيه، هو الكوكب التاني بيدي ثروهات محدش فاهم بتتلعب ازاي. اي فاول على حدود المنطقه ميسي جول. الاهلي قادر يكسب انتر ميامي، قادر يكسب انتر ميامي. ازاي يا ابني؟ ده معاهم ميسي. انا هقول لك يوقفوا الدنيا دي ازاي. طب هنوقف ازاي انتر ميامي؟ انتر ميامي عندهم نقطتين ضعف كبار جدا. اول نقطه ضعف عندهم هو خط الدفاع. خط الدفاع عندهم كارثي. ازاي؟ عايز اقول لك احصائيه. في اخر 10 ماتشات لانتر ميامي، الا اخر 10 ماتشات ليهم ما طلعوش ولا ماتش بشباك نظيفه. ان هم لازما كل ماتش يخش فيهم جول، جونين، ثلاثه، لازما يخش فيهم اجوان. فانتر ميامي هي فرقه بتعتمد ان هي بتجيب اجوان، بس عادي بيخش فيها اجوان كتير عادي جدا، ما فيش اي مشكله. يعني الاهلي قادر يسجل، الاهلي قادر يسجل بسرعات زيزو، باختراقات تريزيجيه، بوسام ابو علي وامام عاشور، يقدروا يجيبوا جون، يقدروا يجيبوا جون واثنين وثلاثه. مش المشكله انك تجيب جون في انتر ميامي، اكبر مشكله انك ازاي توقف انتر ميامي وبالاخص ميسي ان هم ما يجيبوش جون في الاهلي. طب انتر ميامي بتلعب ازاي؟ انتر ميامي هجومها كل هجومها من عمق الملعب، بيعتمدوا على بوسكيتس وميسي بان هم وسواريز بان هم يخترقوا من جوه الملعب، فبيلعبوا دايما في العمق. بيلعبوا دايما فين؟ في العمق. طب انا عايز اوقفهم اعمل ايه؟ اخليهم يلعبوا على الاطراف، اقفل العمق كويس جدا، العب ان شاء الله العب بديانج وحمدي ومروان، مش مهم، اقفل الملعب كويس جدا. تقفل خط الوسط لان هم بيخترقوا من النقطه دي، من نقطه قلب الدفاع. وانت عندك اصلا الدفاع بتاع الاهلي فيه مشكله كبيره، مفيش حد ثابت مكانه، واحنا عارفين مين اللي هيلعب ولا مش هيلعب، ففي مشكله كبيره عندنا في خط الدفاع. ما انت لازم تامنهم بخط الوسط، ده موضوع مفروغ منه. تلعب ازاي؟ نخلي اللعب دايما يلعبوا على الاجنحه. الاجنحه بتاعتهم فيها مشكله، ما بيعرفوش. اضعف حلقه هجوم لانتر ميامي هم الاجنحه. دايما اقفل العمق وسيبهم يلعبوا على الاجنحه، مفيش مشكله، اجري يا عم على الجناح، اجري على الجناح، بس ما تخليهمش يخشوا من العمق. الاهلي يلعب ازاي؟ الاهلي لازم يركز بشكل كبير جدا ان هو يقفل الملعب كويس، يقفل عمق الملعب كويس، يلعب بخط الدفاع ما يقدمش الجناحين، ويلعب على الهجمات المرتده. يلعب على زيزو ويلعب على تريزيجيه، يلعب على زيزو وتريزيجيه ووسام ابو علي، ويدخل امام عاشور معاهم. هم دول اللي يهاجموا، الباقي كله دافع، لان انت عندك ميسي هيدي ثرو من نص الملعب، هتلاقي الواد انفراد جول. ماتش باتشوكا، العيال مش عايز اقول لك، باتشوكا دي مش اقوى فرقه في كاس العالم للانديه، وانتر ميامي هي قيمتها التسويقيه اعلى منها واقوى من باتشوكا. فلما باتشوكا تعمل فيك كده فانتر ميامي مش هيهزر. انتر ميامي معاها لعيبه بكواليتي من كوكب اخر، بالاخص ميسي. يعني لازم نخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا. هما الفرقه قادرين نكسبها، قادرين نكسبها بالهجمات المرتده بالسرعه، نقدر نكسبها، وان احنا ما يخشش فينا جول اهم حاجه، عشان المجموعه اللي معاك انت بالمرص هي اقوى من بورتو واقوى من انتر ميامي. الفرق البرازيليه فرق تقيله جدا، قوه بدنيه، عندهم لعيبه بتروح اكبر الانديه في العالم، فلازم تطلع من انتر ميامي، من ماتش انتر ميامي، لا اما بالتعادل لا اما ما تخسرش. تكسب لا تعادل، ما تخسرش، اهم حاجه ما تطلعش خسران عشان تقدر تكمل على كده. لسه معاك ماتشين تاني، اما تطلع من انتر ميامي خسران انت كده مضطر انك تكسب بالمرص وتتعادل مع مورتا وتتعادل مع بيرس، تكسب مورتا، الموضوع هتخش في حزب بقى بيرما زي احنا ما متعودين. لازم نخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا جدا جدا، دي اهم حاجه لازم نخلي بالنا منها. اكتب تحت في الكومنت، هل شايف ان الاهلي يقدر يكسب انتر ميامي، ولا انتر ميامي فرقه تقيله والاهلي مش عارف يكسبها؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.